احنا كل يوم بنختار هنكون مين ورايحين على فين، بس دايما بنلاقي في صوت بنسمعه او حد بيقول لنا اعمل كذا او بلاش دي او ده مش مناسب معاك. انا عايزك تفكر معايا لحظة كده، لو اللي انت بتعمله مش غلط ومش بيضر حد، ليه ما يكونش من حقك تعيش حياتك بطريقتك؟ مش لازم تبرر اختياراتك اللي حواليك طول الوقت، وكمان مش مطلوب منك تعيش بالطريقة اللي هم شايفينها صح لو هي مش مناسبة ليك. الإنسان مننا لما بيحس إنه متحكم في قراراته ده بيخلي السعادة والثقة في النفس عنده تزيد، وكمان بيحس إنه أحسن. إنك تتحكم في حياتك ده أول خطوة وقرار عشان حياتك يكون ليها معنى وقيمة. عايزك تسأل نفسك، هل القرار او الطريق اللي انا همشي فيه ده هل هيضر حد ولا لا؟ لو طلعت الاجابه لا، يبقى عايزك تكمل وانت مطمن. خليك عارف انك اكتر واحد ادرى بنفسك وباحتياجاتك وباحلامك، وكمان خليك فاكر انك من حقك تقول لا على اي حاجه مش عاجباك وانت مش موافق عليها، وكمان خليك عارف انك من حقك تقول لا وتغير رايك في اي حاجه مش عاجباك، وانه من حقك انك تعيش على طريقتك طول ما انت ماشي صح وكمان مش بتأذي حد. الحرية مش معناها فوضى، الحرية هي انك تختار صح لنفسك، وكمان انك تحترم اختيارات غيرك، وبكده هتلاقي نفسك عايش في هدوء وسلام وراحة بال. انا عايزك تعيش بطريقتك وباختياراتك طول ما انت صح ومش بتضر حد. ما تنساش لو عجبك المحتوى تعملي لايك وفولو.